مقادير العجينة: كوب ونصف حليب بدرجة حرارة المطبخ، 5 ملعقة كبيرة سكر، وأيضا ملعقة متوسطة الحجم خميرة. نخفقهم مع بعض حتى تختفي حبيبات السكر والخميرة. نغطي الخليط حتى تتفاعل الخميرة ويتضاعف حجمها مدة 15 دقيقة. بعد أن تفاعلت الخميرة نضيف بيضة مخفوقة بدرجة حرارة المطبخ، وثلث كوب زيت تقريبا أقل من نصف الكوب، وملعقة صغيرة فانيلا، وملعقة صغيرة باكنج باودر، ورشة ملح. بنخفقهم مع بعض حتى تختلط جميع المكونات مع بعضها. ثلاث أكواب ونصف طحين أو دقيق. بنأخذ ملعقة كبيرة من الطحين وبنخليها على جنب، بنستخدمها أثناء العجن. ننخل الطحين بالتدريج فوق الخليط ونعجن بهذه الطريقة باليد حتى يختفي الطحين بالكامل. بهذه الخطوة بيكون قوام العجينة طري. بنقسم العجينة إلى نصفين، النصف الأول ننخل عليه ملعقة الطحين، والنصف الثاني ننخل عليه ملعقة ونصف كاكاو. نعجن العجينة بنفس الطريقة حتى يختفي الطحين. نضيف ملعقة صغيرة زبدة بدرجة حرارة المطبخ ونعجن لمدة 10 دقائق. ندهن الطبق القليل من الزيت ونضع العجينة فيه، وباقي الزيت يلي بقي بالفرشاة ندهن فيه سطح العجينة، نغلفها ونضعها جانبا. نعجن النصف الثاني حتى يختفي الكاكاو بالكامل. نضيف ملعقة صغيرة زبدة بدرجة حرارة المطبخ ونعجن لمدة 10 دقائق. ندهن الطبق القليل من الزيت ونضع العجينة فيه، وباقي الزيت يلي بقي بالفرشاة ندهن فيه سطح العجينة، نغلفها ونضعها جانبا. نترك العجينة ساعة كاملة حتى يتضاعف حجمها. نلم العجينة على بعضها ونفردها على سطح العمل على شكل مستطيل. نضع طبقة عجينة الكاكاو جانبا ونبدأ بالعجينة الثانية، نفس الخطوة السابقة. نلم العجينة على بعضها ونفردها على سطح العمل.
نضع طبقة عجينة الكاكاو فوقها ونفردها مع بعض حتى نحصل على شكل مستطيل مرتب الشكل. نقوم بفتح خطوط بنفس الطريقة على أطراف العجينة. ثلاثة ملعقة كبيرة نوتيلا للحشوة. نوزع النوتيلا بالتساوي. نلف العجينة على شكل رول. عند الوصول إلى أطراف الخطوط نلف العجينة بالطريقة هذه حتى نحصل على شكل فخم للعجينة. وبعد الانتهاء من الخطوط نكمل لف الرول. ندهن الصينية زيت وننقل العجينة. ضروري يكون القالب عندكم مفتوح أثناء نقل العجينة إلى الصينية، أو تلفوا العجينة بشكل دائري على ورقة زبدة وتستخدموا أي صينية موجودة عندكم. نغطي العجينة ونتركها نصف ساعة حتى يتضاعف حجمها. ندهن الوجه بيض وحليب. ندخلها على فرن محمى مسبقا على درجة حرارة 180. نخرجها من القالب وندهن السطح عسل أو شيرة حسب المتوفر عندكم. العجينة ناجحة ومضمونة 100% وخفيفة مثل القطن. بتمنى تجربوها وتعطوني رأيكم. ولهون بنكون وصلنا إلى نهاية الفيديو. لا تنسوا اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل شي جديد.